دايرة، اش اخبارك؟ كي بقيتي؟ جيت نسول فيك كيف ما تنتمنى يسولوا فيا. اخبارك؟ كنت تايهه بحالك وانا نلقى راسي تنهضرش على راسي هذا، حيت هذا ديما خدام يحلل ويفكر ويخطط غنمشي هنا غندير هكا في هذا الوقت الفلاني الى اخره. راسي بعض مرات تنبغي ندير ليه داك بوز ستوب بحالك. فاش قلت لك لقيت راسي يعني تلاقيت مع ديك المرأة اللي تايهة، اللي الروح كاينه والجسد ما عمرها ما عرفاتو، غير هي ساكنه في واحد الجسد وداك الجسد غير غادي ياكل اللي كان، يمشي فين ما كان، تابع الموجه. كبر وما عرفتش وقتاش كبر. ولدت، خدمت، تزوجت، تفارقت، عشت كاع داكشي اللي انتي عشتيه وانا مغيبه على هذا الجسد هذا. فاش تلاقيت به خلاني ما عرفتوش وقتاش ولا بحال هكا، وقتاش مرض، وقتاش صح، وقتاش كبرت، وقتاش كنت مغيبه. تلاقيت براسي، يعني تلاقيت بذاتي، تلاقيت بالجسم ديالي، وعرفت انني قصرت من جهدي عليه، ما تهليتش فيه، ما بغيتكش تعاود تعيشيها. بعد مرات تنعيشو غير هنا، غير في العقل، التفكير، القلق، التوتر، مشاريع، الامور، اش غندير، فين غنمشي، شنو قالوا، شنو فكروا، شنو. وهذا الجسد اللي عطانا سيدي ربي بلا ما نحسو تنهملوه. فاش تتلاقاي به تلقاي راسك انك تبدلتي، وانك ما عندكش سيطره عليه، وانه يقدر ياخذ السيطره واللي يتحكم في شي امور انت كاع ما عارفاهم واش كاينين. يعبر بطريقته الخاصه، يمرض وما تقدر ديري ليه والو، يفرح وانت خايفه من الفرحه، يعبر على واحد الشعور اللي عمرك ما عشتيه الى اخره. يعني هو موجود، كيان، غير هي خصنا نعاودوا الارتباط به، تجذر، نتجذروا، الروح تسكن الجسد وبجوج يوليو حاجه وحده. تهلا ليا في راسك. نتمنى كلامي تكوني فهمتيه. انا نور هدى، اخصائيه ديال العلاج بالتنويم الايحائي والمغناطيسي واعاده البرمجه العقل اللاواعي والسلوكي. قناتي جديده على اليوتيوب، تبعيني وخلينا نكملوا هذا المشوار الجميع. خليتك في امان الله وحفظه.